النوع الثاني مسائل الظن، والظن يراد به أن يوجد إدراكان وأمران متعارضان لكن أحدهما أقوى من الآخر. فإذا الظن هو وجود نوعين من أنواع الإدراك بإثبات ونفي أحدهما أقوى، فالظن المراد به الراجح من الاحتمالات الواردة على النفس. إذا كان عند الإنسان ظن فأكل أو شرب بناء على ذلك الظن فما الحكم؟ نقول هذا أيضا له مسألتان. المسألة الأولى إذا ظن شيئا ولم يتبين له خلافه، ظن أنه لا زال بالليل فأكل ولم يتبين له بعد ذلك أن أكله بليل، فحينئذ نقول صيامه صحيح ولا حرج عليه فيه. وهكذا لو ظن في آخر النهار في آخر اليوم بأن الليل قد دخل وغلب على ظنه أن الليل قد دخل فأكل أو شرب ثم لم يتبين له حقيقة الحال بعد ذلك، نقول صيامه صحيح ومجزئ ولا حرج عليه فيه، لأن الأحكام الشرعية تناط بالظنون. النوع الثاني إذا ظن وتبين له خلافه، وتبين له خلافه، مثال ذلك ظن أنه بالليل فأكل أو شرب ثم نظر إلى الساعة أو سمع إقامة صلاة الفجر، فحينئذ كان يظن أنه بالليل فتبين له أنه بالنهار، فما الحكم في هذه المسألة؟ مثاله أيضا من ظن أن الشمس قد غربت فأكل أو شرب بناء على ذلك ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد، فمثل هذا هل يصح صومهم أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول بأنه يبطل صومه بذلك ويجب عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن هذا الظن قد تبين خلافه، ومن القواعد المقررة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. ويدل على هذه القاعدة شواهد كثيرة من الشريعة قد جاءت بأن الظن الذي ظنه الإنسان وبنى عليه الحكم فإنه لا عبرة به فيما يتعلق بالخطاب الوضعي، وإن كان لا يلحقه إثم في الخطاب التكليفي. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر هو رواية عن الإمام أحمد بأن صومه يصح ولا يطالب بقضاء ذلك اليوم، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما ورد في حديث أسماء رضي الله عنها أنهم في يوم كانوا صائمين فيه جاءت الغيوم فحجبت الشمس عنهم، فظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا وشربوا، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انجلت الغيوم وظهرت الشمس فأمسكوا، ولم يؤثر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء، فدل ذلك على عدم قضائهم. وإن كان ورد في بعض روايات الحديث أن هشام سئل عن القضاء فقال أو بد من قضاء أو بد من قضاء، ولكن أهل العلم تكلموا في هذه اللفظة فقال طائفة بأنها اجتهاد منه رحمه الله وليست مرفوعة في الخبر. وكذلك استدلوا بحديث إذا أكل أو شرب أحدكم ناسيا فليتم صومه، قالوا إذا عذره بالنسيان فليعذر بالجهل، إن هنا جاهل وسار على مقتضى جهله. ولا شك أن قضاء هذا اليوم أحوط للإنسان وفيه خروج من الخلاف وأبرأ لذمته بيقين، وإن كانت النفس لا تقوى على إيجاب ذلك، لكن خروج الإنسان في هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي هي ركن من أركان دين الإسلام لا شك أنه أولى وأحسن.